كوكو لي زامي، جيسبر كو vous allez bien. اموركم هانيه، تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي غادي تفيدكم بزاف كما فاتني انا. بالنسبه للبنات تقريبا دابا لا ماجوريتي ديال البنات كيعانيو من تساقط الشعر، وماشي تساقط الشعر الطبيعي، تساقط شعر غير طبيعي. يعني انا بحكم انني كنقرا لي كومونتير، كنشوف لي ريزو سوسيو، تلقى الاغلبيه ديال البنات تيعانيو من نفس المشكل، وعليه تنبقاو نخسروا الفلوس في عياش في لي برودوي، نشريو شامبوانات، نبدلو لي ماسك اللي قالنا شي وصفه كنديروها. بورطون الحاجه اللي ما كنتبهوا ليهاش اننا خاصنا نعالجوا المشكل من جذر ديالو، وباش نعالجوه من جذر ديالو خاصنا نعرفوا ذاتنا شنو ناقصها، لحقاش المشكل ديال التغذيه هو المشكل الرئيسي اللي كيسبب تساقط الشعر. زيد عليه مشكل ديال الهرمونات. يعني تساقط الشعر راه ماشي غير كتكوني ناعسه كتفيقي شعرك تيطيح دونك صافي راه شي حاجه في الجلده اولا شامبون خصو يتبدل. لا، راه يقدر يكون عندك ان مونك ديال الحديد، يقدر يكون عندك ان مونك ديال فيتامين دي، يقدر يكون عندك متلازمه تكيس المبايض، يقدر يكون عندك بزاف ديال الامراض. ومن الاسباب الرئيسيه ديال تساقط الشعر هو لو مونك ديال الحديد. لو مونك ديال الحديد تيخلي الشعر يطيح بواحد الطريقه مهوله. واليوم انا جبت لكم الحل باش تعالجوا هذا الشيء هذا وما تبقاوش تخسروا الفلوس على لي برودوي وشامبوانات. سيرت هما شامبوانات كيقدوا يعالجوا شي حوايج، ولكن لي شامبوان اللي كنستعملوا حنا راه ما تيعالجوا حتى شي حاجه، حيت عامرين بلي برودوي شيميك، عامرين بدي برودوي اللي ما صالحيناش نهائيا، ولكن بحكم اننا ما عندنا ما نديرو تنستعملوهم. الحاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم هي الماء ديال الزبيب. هاد الماء ديال الزبيب انا استعملته هادي 21 يوم. انا راه كان كيطيح شعري بواحد الطريقه ما تقدوش تخيلوها. كنت هي كنحط يدي على شعري تنجبدو، تنحيدو كله، لدرجه انني ما بقيت كنقدر لا نمشطو لا نغسلو، كنخاف كنقول شي نهار غنلقى راسي مبقى لي الشعر. ولكن منين استعملت الماء ديال الزبيب دابا الحمد لله نقص لي التساقط بواحد الطريقه ما يمكنش تخيلوها. الطريقه كيفاش تستعملوا هاد الماء الزبيب، غادي تاخذوا حفنه ديال الزبيب اولا غادي تمشيو بالفرد، يعني 7 الحبات 9 11. من المستحب يكون هاد الزبيب هذا بلدي باش كيعطي الفعاليه اكثر. كديروه في الكاس وكتكبوا عليه الماء، كاس ديال اتاي، وتتعمروه نص بالماء وكتغطيوه ليله كامله، وفي الصباح تنوضوا على الريق تشربوا ديك الماء وتتاكلوا داك الزبيب. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش ياكلوا الزبيب ما ياكلوش، يشربوا غير ديك الماء، حيت ديك الزبيب راه فيه فوائد كثيره. منها انه بعدا تيحارب لانيمي اللي هي النقص في الحديد، منها انه تيصفي الوجه وتيعطيه النضاره، ومنها انه تيحبس تساقط الشعر. يعني تتعالجي 3 ديال الحوايج دقه واحده. الناس اللي غادي يشربوه وغادي يخرج لهم الحبوب في وجههم ما تخافوش، شربوه وخليو الحبوب يخرجوا، وراه من بعد ما تيبقاوش عندهم واحد 5 ايام 6 ايام ما تبقى حتى شي حبه في الوجه، وتيولي وجهك فيه واحد النضاره في شكل تا ديك اللون الشاحب اللي تيكون حتى هو ما تيبقاش عندك، شعرك ما تيبقاش يتساقط، وتتعالجي لا مشيتي درتي تحليل ديال الدم تلقاي لو فيغ مزيان. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى بغيت نقول لكم الناس اللي عندهم ديك متلازمه تكيس المبيض، هاد الناس هادو غيشربوا ديك الماء ديال الزبيب، ما يخافوا من حتى شي حاجه، حيت ديك الماء ديال الزبيب راه تيقاد الانسولين في الدم. يعني الا عندك السكر طالع ما تخافيش، حتى الزبيب حلاوته طبيعيه، معناها ما ديرلك حاجه اخرى. الماء ديال الزبيب وديك الزبيب الا كليتيهم وداومتوا عليهم كيعالج المشكل ديال فقدان الشهيه. والبنات اللي وجههم ضعيف وتيبغيو كيكونوا لاطاي ديالهم قاده وجههم ضعيف تيبغيو يزيدوا في وجههم شويه وما تيعرفوش، تيبقاو يديروا وصفات ديال الحلبه وداكشي، يستعملوا غير يبقاو يشربوا غير الماء ديال هاد الزبيب هذا، راه تيزيد في الوجه، يعني تيزيد في لو بوين. حتى البنات اللي باغيين يغلاضوا يداوموا عليه. غير هو البنات اللي باغيين يغلاضوا يديروها 2 ديال المرات في النهار، يعني يشربوها بالصباح ويشربوها بالليل. الا كنتي غتشربيها بالصباح وبالليل كننصحك ديري 5 ديال الحبات بالصباح و5 ديال الحبات بالليل. يعني
بالليل ديري 5 د الحبات تخليهم لغد ليه تشربيهم، وفي الصباح ديري 5 د الحبات وتغطيهم بالماء وتخليهم الليل تشربيهم. حيتاش كما قلت لكم راه الزبيب تيقاد مستوى ديال السكر في الدم، ولكن الا كثرتي منه بيان سور راه ما تيبقاش يدير هاد الخاصيه هذه. صافي هادشي كامل اللي بغيت نقول لكم، كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه، و على بروشين فيديو ان شاء الله.